لان بيقول لك مش لوجه الله. لا مش لوجه الله دلوقتي، لا حاسب. هو تصوير شويه بس الاول. كفايه لا 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 مفيش مونتاج. ابدا معاك قرار متناقش من غير تصوير. توكل على الله يا باشا. ما حدث اليوم الحكم لمحكمه القضاء الاداري، انا شايف ان المولى عز وجل طوق نجاه. خلينا نكمل يا استاذ. لا حاضر يا باشا. المولى عز وجل رؤوف ورحيم بالشعب المصري. رقم واحد، ده متنفس لمحمد مرسي. ايوه متنفس في ايه؟ ايوه. لو اصر مرسي على اجراء الانتخابات يا رب في التوقيت اللي كان اعلنه قبل كده، سجل يا باشا. الانتخابات اول ما كانتش تكمل كان هيحصل مجازر في الشارع، كان هيودي الشعب المصري في منحدر صعب وعنيف. ربنا رحيم بالشعب المصري. جبهة الانقاذ في القرار اللي خدته تعاود المشاور. بدأت شعبية تنخفض في الشارع، الشعب المصري يحس ان هي اتخلت عنه وسابته للاخوان المسلمين، ففرصة لجبهة الانقاذ ان هي تعيد حساباتها وتشارك في الانتخابات، فرصة لمحمد مرسي ورئيس الحرية والعدالة ان هي تغير وزارات اللي هي خاصه بالتمكين او الخاصه بشرع الانتخابات، زي وزاره العدل، وزاره الحكم المحلي، وزاره التموين، وزاره الشباب والرياضه، تغير الوزارات دي فرصه ان الشعب المصري يتجارب يتآلف، تبقى واحده تحصل انتخابات يا ابراهيم فيها شفافيه ونزاهه ووحيده، وينجح اللي قادر يكسب الشارع واللي قادر يكسب صوتهم. كلامك جميل، بس مختلف معاك في جبهة الانقاذ قلت شعبيتها. لا قلت شعبيتها قلت سيبنا اقول دقيقه يا راجل، انت يعني يمكن القرار ده قال الناس ان جبهة الانقاذ على حاجه عندهم رؤيه وعندهم بعد. لا انا شايف ورفع شعبيتهم. شايف ان شعبيه جبهه الانقاذ زادت لان جبهه الانقاذ كان عندها وعي وادراك ورؤيه اكثر من مؤسسه الرئاسه نفسيا. يعني جبهه الانقاذ كانت تعلم ان هذا القانون هو قانون باطل، الناس هتروح تدخل الانتخابات وتستهلك من الاموال ما تستهلك ومن الجهد ما يبذل من جهد كبير، وفي الاخر هيطعن على هذه الانتخابات وتطلع باطله. فوفرت القصه دي واتخذت قرار ما كانتش تعرف ترجع فيه عمرها، لانها لو رجعت فيه كانت شعبيتها اللي انخفضت. لكن حتى خدت قرار حتى لو غلط واتمسكت بيه وفضلت على هذا القرار، وفي الاخر بل الناس ان فعلا جبهه الانقاذ كانت والدليل على ذلك يا ابراهيم دي ان حزب الوفد اللي داخل جبهه الانقاذ هو اللي راح القضيه. او من ضمن واقول لك على حاجه، جبهه الانقاذ امبارح طلعت واعلنت رفض او مقاطعه الانتخابات مقاطعه نهائيا، لانها كانت تعلم ان في حكم هيتقال بكره ببطلان هذه الانتخابات او وقف هذه الانتخابات وعوده القانون للمحكمه الدستوريه. تعلم او لا تعلم، بس اعتقد انها كانت تعلم. دي في ميزانيه في ميزان. ما بطل تصوير. بطل يا عم. بس بطل تصوير. بطلنا. طب وزننا دقيقه. ده بدقيقه. ونحط العيش في الملح. حط العيش في الملح.